يا صباح الفل. أنا النهاردة طالع أسأل سؤال يعني مهم جدا. هل جماهير النادي الأهلي العريقة بالغباء ده علشان ترتكب ال- الحماقة اللي حصلت امبارح دي؟ انت راجل رايح تشجع فرقتك لأن الماتش ده مهم، آه، في ضوء انك تبقى متصدر المجموعة، ولما تيجي تلعب فريق تاني مجموعة، فالمشوار يبقى أسهل، يبقى الدنيا أحسن، يبقى كل الكلام ده. فهل أنت كمشجع عندك وعي وبتحب فرقتك بالغباء ده؟ المشهد ده اتكرر معاك في المغرب وطلعنا انتقدناه، طلعنا اتكلمنا وقلنا همجية الجمهور ومش همجية الجمهور. هتفرق ايه انت دلوقتي عن الجمهور بتاع الجيش الملكي هناك؟ ولا شيء. انت كمان اتجريت لانك تبقى همجي زيهم. طيب النتيجة ايه؟ جمهور الجيش الملكي اتوقف عن المباريات ماتشين. هل النادي الاهلي في مشواره في البطولة في حمل انه يلعب على ارضه بدون جماهير؟ الجماهير هي المحرك الاول والاساسي للعيبة وللعبة، وهم اللي بيشجعوهم. في وقت ما الريتم بينزل، تشجيع الجماهير ده بيعلي اللعيبة وبيخليهم يرجعوا متحمسين تاني، والقصص دي كلها. انت كده ضريت نفسك وضريت فرقتك، ولو لعبت بره ارضك ورجعت مغلوب هيبقى الموضوع صعب عليك جدا هنا، لانك جاي تلعب من غير جماهيرك. فمش عارف بقى، هل تاني جماهير النادي الاهلي بالغباء ده، ولا هل دي مؤامرة؟ وازاي اصلا الازايز دي دخلت؟ انا واحد بروح الاستاد عادي، ما ينفعش ان احنا نخش بازازة كده. فانا مستغرب جدا بصراحة، والموضوع علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي. ربنا يستر. السلام عليكم.